اكتر حاجه ضايقتني الفتره اللي فاتت ناس دخلوا يهزروا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل يقول لك كل الناس حسوا بالزلزال، اشمعنى انا؟ تعال شوف اللي حسوا بالزلزال. عمو نور طلع علينا هون يا عمو نور. بابا هون نور. حكي البابا حكي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. آلاء يا آلاء طلع أنا مع آلاء ولا كلمة آلاء أحسن منك. يلا والله ادرك. شيلوا 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 شيلوا. اجرك مجروحه بسيطه يلا 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 يا رب. دول اللي حسوا بالزلزال، فاحمد ربنا انك ما حسيتش بالزلزال وادعي انك ما تحسش بيه لا انت ولا اي حد بتحبه. انا عارف انك متوتر، اللي حصل في سوريا صعب واللي حصل في تركيا اصعب. احنا هنعمل ايه؟ نعمل ايه عشان ما يبقاش فيه زلزال اصلا؟ وليه الزلزال بيحصل؟ وايه اكبر زلزال حصل؟ وهل قوة الزلزال بالتبعية لازم يبقى معاها ضحايا اكتر ولا مش شرط؟ كده هنقوله عزيزي المشاهد بعد ما تصلي على النبي كده وتهدى ونقول اهلا بيكم في حلقة جديدة بالمصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد، يا رب تكون في أمن وأمان من الزلازل وكل الأخطار دي. زلزال سوريا وتركيا هيفضل علامة فارقة في حياتنا كلنا وأكيد عمرنا ما هننساه. الأزمة الكبيرة اللي حصلت في سوريا وتركيا خلت العالم كله يتكاتف ويحاول يبعت مساعدات لسوريا وتركيا، ولما وصلت المساعدات بتاعت دول العالم لسوريا وتركيا كانت المساعدات المصرية اتوزعت خلاص، لأن مصر قبل ما تفكر وتقرر بعتت الأول عشان خاطر تنجد إخواتنا في الدول المنكوبة دي. خلينا بقى نسأل السؤال الصعب، هي الزلازل بتحصل ليه؟ التعريف العلمي هي ظاهرة طبيعية تحدث في باطن الأرض عن حركة الصفائح الصخرية، ويمتد تأثير الزلزال إلى سطح الأرض وتنتج عنه الهزات الأرضية. بالبلدي كده حجرين جنب بعض بينهم حجر عايز يتزحزح كده أو يتزحلق وينزل ما بينهم، في النزلة دي بتحصل الزلازل. طيب هل قوة الزلزال بالتبعية بيصاحبها ضحايا أكتر؟ بص، هي الإجابة المنطقية طبعا، ما هي الهزة ال5 ريختر مش هتأثر قد مثلا الهزة 9.5 ريختر زي اللي حصلت في تشيلي 1960. زلزال تشيلي رغم قوته واللي يعتبر أقوى زلزال مسجل في التاريخ، إلا إن كل اللي ماتوا فيه 1655 واحد. طب إزاي وزلزال سوريا وتركيا أقل منه بدرجتين بحالهم مات فيه تقريبا 50,000 بني ادم؟ ولا البيوت في تشيلي من الحديد ولا ايه؟ شوف سيدي الفاضل، لم يثبت حتى وقتنا هذا ان الزلازل بتقتل. الزلزال ما بيقتلش، المباني هي اللي بتقتل. تخيل معايا الوضع كده، 1960 في بلد اسمها تشيلي حصل اقوى زلزال في التاريخ. تشيلي بيوت هشه، كل الناس في شغلها لان الزلزال حصل العصر، الشغل يا اما في مصنع يا اما في محل، فالحاجات اللي وقعت عليهم قد تؤدي للإصابة لكن مش هتؤدي للموت، فده اللي خلى أعداد القتلى قليلة. تخيل معايا تاني بقى في 2023 دلوقتي في العصر الحديث والمباني الكبيرة اللي موجودة في تركيا وزلزال حصل الفجر، يعني كل الناس نايمة، فكان طبيعي ان عدد الضحايا يبقى اكبر. خليني بقى اعرفكم على فرانك هوغربيتس، ده عالم هولندي وهو اللي توقع حدوث زلزال تركيا. فرانك مش بيتوقع حسب رؤيته ودراسته لطبقات الارض، لا، لكنه بيشوف ان الكواكب هي السبب الرئيسي للزلازل، وعشان كده يمكن توقعه طلع صح في زلزال تركيا. مش بس كده، ده بعدها توقع اليوم اللي هيحصل فيه هزة، وفعلا حصل اليوم ده، حصل زلزال في الصين. بس الراجل ده مخاوي. وبرضه عشان نبقى اتكلمنا بشكل علمي وابقى ما خبيتش عنك حاجه، لحد وقتنا هذا مفيش حاجه اسمها التنبؤ بالزلازل. معلش انا عارف والله ان الكلام ده عكس اللي انا قلته قبل كده، وان ده برضه عكس توقعات الراجل الطيب ده اللي نفسنا يسكت شويه، لكن العلم والدراسات فيها توقع بسقوط امطار واحتماليه سيول وكل الحاجات دي، لكن مفيش توقع بزلازل. بص، انا مش هقول لك كذب المنجمون ولو صدفوا واسكت وكده، بس علميا مفيش الكلام ده، مفيش اني اتوقع ان في زلزال هيحصل حتى بدراسات. دور انت كده معايا يا دكتور، هتلاقي ان التوقعات بتحصل في المناطق اللي حصل فيها هزات خفيفه او توابع، بيبقى متوقع ان هيحصل فيها زلزال. بس ما تجيش تقول لي ان الصين هيحصل فيها زلزال مثلا من شهر 3 لشهر 6 في الحدود دي، يعني لان الصين اصلا بترقص طول الوقت، فانت كده ما توقعتش حاجه. ومن الاخر كده صدقه او كذبه هيبان في توقعه الفاصل اللي جاي، ويا رب ما نشوفش الكلام ده خالص، لانه توقع في زلزال اكبر من اللي فات في اول مارس، فربنا يخيب ظنه وتوقعاته وما يحصلش حاجه، لان بجد الكوكب مش ناقص. تقدر تقول ان الطريقه اللي بنتكلم بيها دي فيها تفاؤل
تفاؤل، بس صدقني هيبقى احسن كتير من التشاؤم اللي هنتكلم بيه لو احنا مقتنعين خلاص ان في زلزال اول مارس. عموما دي الخريطه الحمراء اللي نشرها فرانك للمناطق الاكثر تعرضا للزلازل. ربنا يهدك يا فرانك. هل بقى في طريقه نعالج بيها الصفائح الصخريه اللي بتتسبب في الزلازل دي؟ بصراحه الاجابه لا، لان زي ما قلنا برضو ان مفيش توقع للزلزال هيحصل فين وقوته قد ايه. بس لو في اجراءات وقائيه لازم تتعمل، فهو اننا لازم نعمم ثقافه المباني المقاومه للزلازل، لان محدش عارف بكره في ايه. وندعي بقى ان ربنا يعاملنا برحمته مش باعمالنا. اللهم ارفع الكرب والبلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اشوفكم بخير.